بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا دي فرصة جديدة وكلام جديد وآراء جديدة وفكر جديد من الأخ الجعلي والدزلاج. الموضوع زي ما بقول الشاعر: الغريب عن بلده مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه. ده الغريب عن وطنه مهما طال غيابه، الغريب عن وطنه مهما طال غيابه، مصيره يرجع تاني لأهله كلمة الصحاب طبعا يعني فارقناهم لأسباب كثيرة، منها البحث عن الرزق الحلال، نمرة 2 أخذ بعض الخبرات من المنطقة اللي أنت ماشي لها، من المنطقة ولا من الدولة اللي أو من الدولة اللي أنت خرجت منها. والسبب الأول إنك لما تمشي دولة تانية ولا كده، يعني إحنا دايرين نعرف أنت كيف بتمثل بلدك في الدول الأخرى. والله يا أخي برنامج كونه أنه تمثل نفسك دي يعني دي حاجة عظيمة والله يعني. أيوة حاجة سليمة. أيوة والله دي حاجة يعني الإنسان يكون واحد ما بيمثل يعني دولة، لازم يمثل دولة، لازم والله، وتكون مشرف لبلدك ولأهلك ولكل الناس حواليك. ولفت انتباهي للحتة دي، يعني لقيت مقاطع من شباب يعني مجتهدين في عملهم كل والله رسل في بعض الشباب رسلوا لي مقاطع، وإن شاء الله هنعرضها لكم في المقطع، ونفي نشوف مقطع بتاع الحبر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة المتابعي قناة الجعلي والدسلاني، لكم مني التحية الحبر علي من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. المهنة صايغ خاص إلى كل من هاجر من الوطن الحبيب إلى الريال السعودي، زي ما قال فناننا الكبير النور الجيلاني: بتعدي مواسم بتروح، اللهم رد كل مغترب إلى وطنه الحبيب. وتسلموا كثير وما تنسوا دعمكم للغناء، وشكرا جزيلا. كورة الحبر ده طبعا نموذج. والله يا ما مقاطعة لكلامك، لكن يا الحبر والله حالتك تحنن يعني، والله بجد يعني الغربة أثرت فيه والله. لا ده نموذج للشاب المكافح وده يشتغل وينجز وكده، يعني خيركم الحبر ان شاء الله ربنا يوفقك ويوفق كل المغتربين بالمملكه ان شاء الله. وثاني عندنا مثال في عمر من تبوك. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة المتابعي قناة الجعلي والدسلاني، لكم مني التحية من المنطقة الشمالية الغربية تبوك، أخوكم السوداني عمر أحمد. طبعا ده شغلنا شغل كهرباء كوابل أرضية. تحية لكل سوداني هاجر من الوطن الحبيب من أجل الريال السعودي، لكم مني خالص. نقول دنيا تينك وزمان يوريك، وعاد ما يقرش مرقك من بنات والديك. طبعا بتمر أيام وتتعدى، ونقعد نحسب المدة، نرجع لأهلنا لأخواننا لأصحابنا كده سالمين وآمنين إن شاء الله. ما تنسوا دعمكم معنا في قناة الجعلي والدسلاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روعة برضه يعني كلامه برضه كلام جميل وكده، واحنا يعني في النهاية يعني شوف سبحان الله، يعني جايين يعني في فائدة للبلد. ايوه ومنها يستفيدوا. ايوه ويفيد البلد. وطبعا زي ما بقولوا انت انسان عشت في بلد بقيت من ناس ومن اهله،
يعني الشيء اللي يعملوه هم انت لازم تعملوا معاهم، نظف معاه، شوف الشيء اللي ما قاعد سليم عدله. أيوة. يعني وبعدين غير كده انه هي المنطقة قبلة المسلمين، فيها بيت الله الحرام وفيها المسجد النبوي، فنحن لازم شنو يعني نقيف موطننا، موطن المسلمين، الناس تجتهد. يعني والله تعمير. احنا قاعدين ما عندنا نفسنا انه اجانب ولا عندنا نفسنا انه غريب غربة ولا من- كده، يعني قاعد دولتنا والله. بين اهلك وعشيرتك، يعني اخواننا والله العظيم في الله في كل حاجه وفي خاصة يعني الاسلام. في زملائنا هنا في الشغل والله ما مقصرين معانا، أيوة. مننا ايوه، ودايرين برضو الدعم من المشاهدين ان شاء الله نعمل يدعمونا. الغنى والمشورات تصل لقدام ان شاء الله. أيوة. و- وعندكم اي حاجة اكتبوا لنا في الكومنتات تحت ان شاء الله ونقدر نرد عليهم على، ونحن ان شاء الله والله العظيم قاعدين في بلد الخير دي، ان شاء الله ربنا يزيدها ويوفق ولاة امرها كده. ممكن تدينا جبنة؟ ايوه والله. فتفضلوا معانا قهوة من الأخ الجعلي دسلاج. ما تكون باردة. الله جبنتك، جبنة سبحان الله. وزي ما قلت لكم يا شباب، إذا عندكم أي آراء، عندكم أي حاجة، مقترحات اي مقترحات. شيء، الغنى غناكم. أيوه الغناء طبعا اول مرة انا اطلع لكم في القناة واتكلم فيها وما شاء الله عليك، ونشوف رد الفعل ايش. الله يعيننا ويعينكم. رايكم كيف؟ يكون رد فعل منه؟ والله يا أخي أنا أظن الشباب حتتفاعل معاك، لأنه دائما المواضيع الهادفة يعني بتودي لقدام وبتنمي مجتمعات وتقوم